مساء الخير يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ النهارده بقى رحت السوق ولقيت قدامي خيار. والله يعتبر ارخص حاجه موجوده في السوق الخيار. والله مش رخيص. الراجل قال لي الكيلو ب10 جنيه، قلت له لا، بقول لك انا عايزه اخد لي شويه اخليهم. حسب لي الكيلو على 8، خدت لي 2 كيلو ونص وجيت. الخياريه هنا بقى معجبه بنفسها وايه، صبغالي شعرها اصفر، انا هقص لها شعرها ده. المهم لما تجيبي خيار، لو عايزه تخلليه تجيبي الخياره الصغيره الناشفه، ما تجيبيش الكبيره. الكبيره بتبقى من جوه قلبها مخوخ. لو اتحطت في ميه وملح هتلاقيها دابت. النهارده بقى انا هخليكي تعملي الخيار وهتاكليه لحد اخر واحده، هتلاقيه بيقرمش. هتغسلي بقى الخيار طبعا وتنضفيه وزي الفل. بعد كده هنيجي بقى نجيب برطمان نضيف، وهنا الخيار بتاعنا بعد ما نضفناه. حلو. الخطوه بقى اللي بعد كده، اللي هي اللي احنا هنحطها، اللي انتوا شفتوها في الطبق دي: كزبره ناشفه، توم، ولورا. عايزه تحطيهم حطيهم، مش عايزه انت حره، بس بيدوا طعم بصراحه حلو جدا في الخيار. فلو في حاجه من ال3 حاجات دي مش عايزه اصلا تحطيها، ما تحطيهاش بناقص. المهم الخيار بتاعنا يطلع ايه زي الفل، ولما ناكله كده نتكيف بيه وبجماله وبحلاوته. حلو الكلام، حلو. إيه، لو عندك برطمان ازاز والله يكون احسن ان انت تعملي الخيار في الازاز. طب لو ما عنديش برطمان ازاز اعمل ايه؟ اي برطمان بلاستيك عندي هشتغل بيه. طيب الميه اللي هنعمل بيها الخيار نغليها. نغلي الميه ونسيبها تبرد خالص. ميه مغليه وتسيبيها تبرد خالص، عشان هي دي اللي هتخلي الخيار بتاعي ما يعملش ايه عفن ولا يبوظ. لازم تكون ميه مغليه. تمام. حلو لحد هنا، تمام. في بقى كذا طريقة للخيار المخلل، بس احنا هنعمل الطريقة اللي متعودين عليها. انا ما بحبش الطريقة السريعة بصراحة، اللي هو اغلي مية والمية تبقى سخنة واحط الخيار فيها واقفل عليه الحلة لحد ما يبرد والكلام. لا، ما بحبش السلق ده. انا بعمل خيار مخلل زي اللي احنا متعودين عليه. ادي الخيار اهوت كله كان صابح اصلا، الراجل لسه كان منزله. والبرطمانات عندي، وهبتدي اني انا احط الخيار جوه البرطمانات وهوقفه. ده برطمان ازاز انا كنت هحط فيه، بس للاسف البرطمان طلع صغير. يعني البرطمان طلع صغير على حجم الخياره، وانا مش عايزه اصلا اقص الخياره عشان ايه؟ تفضل محافظه على شكلها وعلى قرمشتها. وهقول لكم ايه السر اللي يخلي الخيار مقرمش. ادي البرطمان بقى، هنا عندي برطمان بلاستيك كبير. ايه، احط الخيار كده ايه جنب بعضه، يعني حاولوا توقفوه كده جنب بعضه. ايه علشان خاطر يبقى ايه مرتب كده وشكله شيك يعني. هنفضل نرصه بقى كده الخيار كله كده جنب بعضه واحدة واحدة، ولحد ما البرطمان بتاعي يتملي. وبعد كده هبتدي بقى ان انا احط الملح والميه بتاعته. في ناس بتعمل ميه بملح، يعني بتدوب الملح في الميه بتبتدي تسقي البرطمانات. انا مش بحب كده، انا بحب اعمل الميه والملح وقتي على طول. تمام. هنا البرطمانات بتاعتي اهي، حطيت الخيار. لو عايزه تحطي فلفل حامي حطي، انا ما رضيتش احط لان عيالي بيحبوا ياكلوا منه، والفلفل اللي عندي كان حراق جدا فما رضيتش احط. بحط بقى بصوا في صوص التوم زي ما هي كامله. عايزه تقطعي الفص 2 مفيش مشكله، مش عايزه تحطيه ما تحطيهوش. حطيت كده في كل برطمان حوالي 3 فصوص توم، وورقتين لورا برضو هنا وهنا، وشويه الكزبره الناشفه هحطهم هنا وهنا، بيدوا طعم جميل قوي. في ناس بتحط كرفس، لو عايزه تحطي كرفس حلو قوي في المخللات. طيب، كل كوبايه ميه بنحط عليها معلقه ملح. كوبايه الميه بحط عليها معلقه ملح. ماشي. فانا هنا هزود. بصوا هي الميه هنا كانت دافيه خالص، مع ان انا غليها من بدري وكانت برد، بس بصوا كانت بتطلع دخان، بس هي كانت دافيه يعني، هي ما كانتش سخنه. بس على كده مليت البرطمان لحد الاخر كده. وبس على كده هبتدي بقى ايه زي ما بقول لكم، كل كوبايه ميه هحط عليها معلقه ملح. وانا تقريبا كده كل برطمان خد له حوالي 3 كوبايات ميه. فانا حطيت 3 معالق ملح هنا و3 معالق ملح هنا. التركه بقى اللي هتخلي الخيار بتاعي ما يجرالوش حاجه لحد اخر واحده: السكر. معلقه السكر، وما تقلقوش مش هتغير في طعمه. معلقه السكر هتخليه زي ما هو، ولا هتأثر في طعمه، بالعكس هتحافظ عليه، هتخليه زي ما هو مقرمش، مش هيجراله اي حاجه. فمعلقه السكر في اي مخلل او في اي حاجه عايزين تحفظوها حطوها. تمام. حطيت 3 معالق الملح زي ما قلت لكم. وهنا بحط شويه خل هنا، وبحط شويه خل هنا، وما تكتريش الخل.
تمام. لو عايزه تحطي ليمون مفيش مشكله، تعصري ليمونه على البرطمان وتحطي القشر على الوش. عايزه تحطي زيت برضو مفيش مشاكل، بس احنا بنعمل الطريقه بتاعتنا اللي اتعودنا عليها. وبتغطي البرطمان زي ما انت شايفه كده بالاسترتش. لو ما عندكيش الاسترتش ده، كيس بلاستيك، جيبي كيس بلاستيك وتحطيه وتقفلي عليه الغطا. المهم ان احنا مش عايزين يدخل له هوا خالص، احنا بنكتمه عشان ما يدخلوش هوا، عشان ما يعملش الريم ده اللي على الوش. طيب المده قد ايه بتاعه تخليل الخيار ده؟ المده بتاعته حوالي اسبوع. انا فتحت بقى بعد 3 ايام، يعني انا ما استنيتش بصراحه، هو قدامي بقى في المطبخ، وانا بقى من النوع اللي بقعد افرك لما بكون عامله مخلل، ما بسيبهوش في حاله. لقيت كده اللون بتاعه اتغير، ولقيت الميه بتاعته اتغيرت. وبنتي بقى منا كل شويه رايحه جايه، ماما ما تيجي نشوف الخيار، ماما الخيار باين عليه اتعمل، ماما يلا نجرب الخيار. يا بنتي اصبري، ده ما عداش عليه 3 ايام. لا لا لا، يعني انا هنا خللته كان يوم الاحد بالليل، فتحت عليه يوم الاربع بالليل. يلا يا ماما يلا يا ماما. فقلت لها طب يلا بينا بقى. رحت ايه، بصوا انا فتحته اهو معاكم، بصوا الكيس مع ان انا مغطياه وكتماه برضو، بصوا عمل ريم ابيض كده بسيط ازاي. المهم الخيار بعد ما يتفتح عليه او اي مخلل بعد ما تفتحي عليه، اوعي تسيبيه بره التلاجة، هتبص تلاقيه عمل ريم كده وعافن على الوش. لا ما تسيبوهوش بره التلاجة، الخيار المخلل اي نوع مخلل يدخل التلاجة بعد ما نفتح عليه. هنا بقى بصوا انا بوريكم شكله عامل ازاي. انا اول ما شربت الكيس البلاستيك ده، الريحه هبت، ريحه بقى بصوا التوم بقى والايه، ما اقولكوش اوعى. فايه هنا بقى قعدت اصطاد عشان اطلع لي خيارايه، ومش عايزه الكزبره تطلع، انا عايزه تبقى افضل نقع الكزبره جوه. النبي يا جماعه حد يقول لي هو هنا ينفع استعمل الكزبره دي بعد ما اخلص؟ عشان انا بصراحه ايه، مش عايزه ارميها مستخسره. جيت كده نفضها من الكزبره قامت ساقطه مني تاني. هنا دي كانت خيارايه، قسمتها نصين لان كانت مفيش مكان في البرطمان، فقسمتها لنصين. بصوا شكلها، هو التصوير مش موضحها، بس من جوه قلبها اقسم بالله مع انها مقسومه، بس زي ما تكون ما فيش نقطه ميه كانت حواليها. بصوا هي ماسكه نفسها وعامله ازاي. انا بقى هدوق وهسمعكم صوت القرمشه، استنوا. ايه ده بقى؟ سامعين صوت القرمشه؟ على فكره طعمه تحفه. وريني يا منى، بصوا منى وهي بتدوقه. طعمه ايه يا منى؟ روعه، طعمه تحفه يا جماعه. بصوا اتخلل وبقى زي العسل في 3 ايام بس، والله العظيم في 3 ايام بس بقى روعه بجد، تحفه. يمكن من امبارح انا شفت اللون ده. هو على طول غير لونه لان الجو حر زي ما بقول لكم. جربوا الطريقه دي مش هتندموا وهتعملوها على طول. يلا مع السلامه، واشوفكم في فيديو تاني كده بوصفه سريعه وتطلع زي العسل.